بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة النص الدراسي الثاني. نتمنى لكم إن شاء الله نجاح والتوفيق. هندرس مع بعض الميكانيكا. الدرس بتاع النهاردة اسمه مركز الثقل. أول سؤال هيجيلي ممكن يجيلي يقول لي عرف مركز الثقل. إيه هو مركز الثقل؟ مركز الثقل هو نقطة وحيدة في الفراغ ثابتة بالنسبة للجسم، والتي يمر بها خط عمل محصلة القوى الجاذبية الأرضية للقسم المذكور، للجسم اللي أنا بتكلم عليه ده. طب نيجي ناخد كده أمثلة نشوف مركز الثقل ده بيقع فين بالظبط. طب لو عندي هنا هو قضيب، مركز الثقل بتاعه هو نقطة المنتصف. نقطة المنتصف دي هو مركز الثقل بتاعه. عندي أشكال تانية، ممكن يبقى عندي شكل دايرة، مثلث، متوازي أضلاع. في حالة المتوازي أضلاع نقطة تقاطع القطرين اللي هو ده وده في النقطة دي هي دي مركز الثقل. طب بالنسبة للدايرة، مركز الدايرة هو مركز الثقل، وده سهل جدا. بالنسبة للمثلث تقاطع متوسطاته، يعني ده مع ده مع ده في النقطة ده هي دي مركز الثقل، هي النقطة مين. طيب لو عندي قضيب وهنا حطيت وزن وهنا حطيت وزن، مركز الثقل دوت الوزن اللي عندها بيساوي ايه؟ بيساوي الوزن ده زائد الوزن ده اللي هو واو زائد واو، يديني ايه؟ 2 واو. طيب لو عندي ان هو مثلث هنا في الرؤوس اضلاعه، هنا عندي اتحط ثقل وهنا ثقل وهنا ثقل. هنا الثقل كان 2 واو وهنا الثقل كان 2 واو وهنا الثقل كان 2 واو. مركز الثقل عندي الثقل بتاعه بيساوي 2 واو ديت مع 2 واو ديت مع ال 2 واو ديت هيديني 6 واو. طب لو عندي جسمين ان هو مع بعض وعايز والجسمين دول كتلتهم معروفه، طب الوزن ان هو عند مركز الثقل بيساوي ايه؟ بيساوي واو واحد زائد واو اتنين. طب لو عايز استخدم علاقه ان هو بالمسافات، عندي واو واحد اللي هو الوزن ده بضربه في المسافة ديت من ألف لميم بيساوي واو اتنين في المسافة من ب لميم. طيب لو عندي بقى ايه؟ لو عايز اجيب مركز ثقل المجموعة من الجسيمات معلومة كتلة كل منهم، يعني عندي كتل كتير وعايز احسب مركز الثقل فين. في الحالة ديت ما دام عندي كتل كتير يبقى لازم اعمل محورين، محور سينات ومحور صادات، واشوف الكتلة الأولانية مثلا كف واحد كانت بتقع هنا اهوت. طيب بتقع هنا اهوت بالنسبة لمحور السينات وقعت على بعد قد ايه من نقطة الصفر؟ احنا عارفين طبعا نقطة الصفر اهي، كده بمشي بالموجب كده بمشي بالسالب بالنسبة لمحور السينات. طب بالنسبة لمحور الصادات هي نقطة الصفر اهي، كده بطلع بالموجب وكده بنزل بالسالب. طب الكتلة كانت هنا، باخد خط كده اهوت بيقع هنا اهو، اشوف المسافة دي قد ايه؟ تبقى دي س واحد اللي هي هنا، يبقى كف واحد اللي هي الكتلة بتاعت الكتلة الأولانية، س واحد اللي هي المسافة دي، وهكذا لو في كاف اتنين وكاف تلاتة وس اتنين وس تلاتة. افرض الكتلة هنا، لو كتلة هنا اهوت انزل كده اهوت واشوف المسافة قد ايه واكتب س اتنين، وأقوم عامل جدول زي ده اكتب فيه الكتل والنقط بتاعتي. الكتل هنا عندي كف واحد كف اتنين كف تلاتة، واجي هنا اهوت في اخر حاجة في اللي عند المركز بكتب ايه؟ مجموع الكتل دي كلها. وهنا المسافة بالنسبة للمحور الصيني وهنا المسافة بالنسبة للمحور الصاد، وهكذا هنا اهوت. احنا قلنا بالنسبة للسينات، طب برضه بالنسبة للصادات نفس الكلام. الكتلة وكف واحد اهي، احنا قلنا كده بالنسبة للسين جبناه. طب بالنسبة للصاد بمشي كده اهوت خط لحد ما اقابل المحور الصادات واشوف المسافة دي قد ايه، تبقى دي صاد واحد. طبعا لو عندي ممكن يبقى عندي كف واحد وكف اتنين لحد كف 10 دي ما يهمش. طب نيجي ناخد مثال بسيط. المثال بيقول لي ايه؟ ثبت أوزان مقاديرها 8 و3 و2 و2 ثقل جرام عند النقط أ وج وواو وزال من الخط المنكسر أ ب ج ه واو زال. الموضح بالشكل عين ايه بقى؟ عين مركز ثقل المجموعة. عين مركز ثقل المجموعة. طيب هو في الحالة ديت هو جايب لي الشكل، هو جايب لي الشكل جاهز وحاطط لي فيها الكتل وحاطط لي فيها الكتل كويس جدا. برضو في الحالة ديت ما دام عندي كتل كتير يبقى عندي لازم
اعمل محورين، وهو محور السيني ومحور الصاد، واركب المحورين دول هنا اهوت على المجموعه ديت. اركبهم فين؟ اركبهم في اي حته. ممكن اركبهم هنا اهوت عند النقطه ج، عند النقطه ج. خدت ده المحور الصاد ودوت محور السين. طبعا هو مش بيجي بالايه، بالاسهم ديت، هو الرسمه ما بتجيش فيها، احنا اللي عاملين الاسهم ديت. رسمنا دوت محور السين وده محور الصاد. نيجي بقى نتكلم، نيجي نقول الحل، سوليوشن الحل بتاعي. النقطة عندي ألف، وتحت النقطة تاني نقطة عندي النقطة ج، والنقطة واو، بعد كده آخر حاجة النقطة زين. عندي ألف ج واو زين، ألف ج واو زين. الكوتا كانت 8 3 2 2، 8 3 2 2. كويس جدا. نيجي بعد كده بقى ناخد بالنسبة للنقطة ألف. بالنسبة للنقطة ألف، النقطة ألف اهي، الكتلة بتاعتها كانت 8. طيب بتقع فين؟ على محور سينات. بقوم واخد خط كده نازل لحد الخط بتاع السينات، واشوف المسافة من هنا لهنا قد ايه. اهي موجودة اهي 50، يبقى كاتب كده 50. بس خلي بالي بالموجب ولا بالسالب؟ احنا قلنا دي صفر وصفر، كده موجب كده سالب، يبقى دي 50 بالايه؟ بالسالب، يبقى سالب 50. طب بالنسبة للصاد، بص كده معايا اهي، او ماشي كده وقعت على محور الصاد اهو. نبص كده مع بعض، الخط ده طوله قد ايه؟ 50. 50 بالموجب، 50 بالموجب مش بالسالب. بعد كده اخش على النقطة ج. كده كده النقطة ج واقعة على صفر وصفر، على نقطة المنتصف بالظبط، عند الصفر في محور السينات وعند صفر محور الصادات. بعد كده اخش على النقطة اللي بعدها اللي هي النقطة واو، اللي هي الثقل بتاعها اللي هي الاتنين. 2. طيب لما اجي بقى اخد خط كده انزل على السينات، المسافة بقى من هنا لهنا قد ايه؟ من هنا لهنا قد ايه؟ عندي ديت 50 وعندي ديت 25، يعني 75. يعني انا النقطة ديت تبعد عن الصفر ده اللي هي نقطة المنتصف بكام؟ 75. 75 سم طبعا. طب بالنسبة للصاد، بص كده اهو، جاي كده من نقطة واو، هي واخد خط كده برضه بتقع على ايه؟ على بعد 50 سم من نقطة الصفر، 50 بالموجب. نيجي على اخر نقطة، النقطة زي ليه الثقل بتاعها 2. نيجي ننزل خط كده اهوت رأسي على محور السينات، واشوف المسافة دي كلها قد ايه. هنا انا عندي 50 وهنا 25 وهنا 25، تبقى بتبعد عن النقطة الزيرو بايه؟ مسافة 100. اللي عندي 50 و25 و25 يبقى المجموع بتاعهم 100. طب بالنسبة بقى لمحور الصادات اهي، برضو نفس الكلام على ما اعتقد هتبقى 50، هي نفس الطول بتاع دوت. هنا اهو تقع على محور الصادات اللي عند نقطة المنتصف ببعد 50. كويس جدا. ما دام انا عملت الجدول وكملت كده، خلصت المسألة. ليه؟ ما احنا عندي بقى بالنسبة لمحور سينات، نيجي ناخد نحل بقى مع بعض. بقول ايه؟ الكتلة بالنسبة لمحور سينات، يبقى انا بتكلم على الكتلة والسين بس، الكتلة والسين بس. الكتلة هنا هو 8، يبقى افتح قوس اقول 8 في سالب 50، اقفل القوس، زائد 3 في صفر معروفة في صفر، بعد كده هو زائد 2 في 75، 2 في 75 واقفل القوس واقول زائد، افتح القوس اقول 2 في ايه؟ 100، واقوم قافل القوس. ده كله على المجموع الكتل كلها اللي احنا قلنا كام؟ اللي احنا قلنا 15. اجي اعمل دوت بالآلة الحاسبة، هتطلع لي سالب 3.3. عملناها بالنسبة للسين. طب نعمل بالنسبة للصاد. ناخد اول كتلة 8، نفتح قوس ونكتب 8 في في 50، بعد كده هو زائد الكتلة التانية 3 بزيرو بزيرو، سيبك منها خلاص مادام بصفر. ناخد زائد الكتلة اللي هي عند واو ب2، يبقى 2 في كام؟ في 50، اقفل القوس واقول زائد اخر كتلة عندي اللي عند زين اللي هي 2
في الكتلة اللي احنا قلنا الكتلة اللي هي عند 2، الكتلة اللي عند 2 بضربها في المسافة اللي عند ص اللي هي 50. 50 اقوم قافل القوس خالص، وده كله على مجموع الكتل كلها اللي هي 15. اقوم كاتب هنا 15 بالآلة الحاسبة طلع لي 40. 40 ايه؟ 40 سنتي، وهنا سالب 3.3 سنتي. طب الكلام ده معناه ايه؟ عند 40 على محور صادات، يعني تقريبا هنا اهو لو انا عايز احط النقطة عند 40 بحيث ان الطول ده كله 50، 40 تبقى هنا. وهنا اهوت عند محور سينات سالب 3.3، سالب 3.3 كده موجب كده سالب 3.3 طبعا هتبقى تقريبا هنا. دي كده المسافة 40 ودي سالب 3.3، يعني معنى الكلام ان مركز الثقل، طبعا لما اخد خط كده وخط كده يبقى مركز الثقل هنا اهو. مركز الثقل بتاعنا هو ده المطلوب، يبقى اجي اقول له مركز الثقل بتاعي موجود هنا اهو. عايزه ترسمي ده كده اهو، تقريبا بيبقى كده ده مركز الثقل بتاعي. يبقى احنا عن طريق الجدول اللي احنا عملناه ده سهل عليا كتير وخلصت بسرعه المساله. بقول هنا اهوت لو على بجيب السين ميم واجيب صاد ميم. سين ميم بضرب الكتله في السين زائد الكتله في السين زائد الكتله في السين زائد الكتله في السين على مجموع الكتل كلها اللي هي 15. وبرده الكلام عند الصاد. كده خلصت المساله الاولانيه. نخش على المساله الثانيه. بتقول لي ا ب قضيب مهمل الوزن طوله 20 سم وعلاقه الاثقال 50 و80 و50 ثقل جرام. يبقى انا عندي 3 اثقال 50 و80 و50. نيجي ناخد اول حاجه كده واحده واحده نرسم ا ب قضيب. يبقى نرسم ا ب ده قضيب طوله كام؟ 20 سم، يبقى ده كله 20 سم. علاقه الاثقال عند كام بقى؟ عند النقطه ا وب، والنقطه الثالثه على بعد ناخد بقى النقطه الثالثه نشوفها فين اساسا، لحد دلوقتي ما اعرفش مكانها كان فين. النقطه الثالثه على بعد 4 سم من الطرف ا. الطرف ا اهو، ناخد 4 سم ونحط النقطه الثالثه اللي هي هنقول مثلا عليها ج. المسافه دي 4 سم، يبقى المسافه من ج ل ب قد ايه؟ 16، لان الطول كله كان 20. طب كويس قوي. عشان ابدا اشتغل عايز اعمل محورين اللي هو س، واعمل محور الصاد. المحور السين ومحور الصاد خدتهم الكلام دوت عند النقطه ب اللي هي اخر نقطه اللي هي النقطه ديت. عند النقطه ب رحت جاي عامل السين وعامل الصاد. بعد كده دوت طبعا انا عارف الابعاد بتاعتي. النقطه ا بتبعد عن ب مسافه 20 سم، والنقطه ج بتبعد عن ب مسافه 16 سم. طبعا اقوم عامل الجدول دوت اللي احنا عارفينه اللي هي النقطه والكتله والسين والصاد. طبعا احنا ما عنديش صادات خالص، ما عنديش ولا نقطه، كل النقط موجوده على خط السينات، يبقى هي عند النقطه صاد كلها بصفر، يبقى انا مش هحطها خالص. طب نيجي ناخد النقطه عندي الالف والب والجيم. الف وب وجيم. عند الف كانت 50، وعند النقطه ب كانت 80، وعند النقطه ج كانت كام؟ عند النقطه ج كانت كام؟ كانت 50. طب النقطه ا بتبعد عن النقطه ب اللي هي النقطه بقى اللي هي المركز المنتصف اللي احنا عند السين والصاد اللي هي عند الصفر والصفر، بتبعد مسافه قد ايه؟ 20 سم. طب النقطه ب اللي هي النقطه ديت موجوده فين؟ موجوده طبعا عند الصفر من 16. نيجي بقى ناخد النقطه ج بتبعد عن النقطه ب اللي احنا حددناها عندها الاول. نقطه ج بتبعد عن ب المسافه اللي هي ديت اللي هي 16 سم، يقوم كاتب هنا 16. نيجي نهوت عايز اجيب السين. السين بتساوي ايه؟ ناخدها نعملها من اول كده. بتساوي 50 في 20 الكتله في المسافه. 50 في 20 هنا 80 في صفر. 80 في صفر، يبقى مش هكتب ال 80 طبعا، يبقى بكتب من هو مش هكتب ال 80 في صفر، مش هكتبها عشان هي بصفر. بعد كده الكتله الثالثه اللي هي 50 اضربها في 16، يبقى 50 في 16 على مجموع الكتل كلها اللي هي 180.
لما اعمل الكلام ده كله هيطلع لي 10 سنتي. اكتب هنا يساوي 10 سنتي. طبعا يعني نقطة المركز بتاعتي بتبعد، ما دي بقى خلاص الكلام اللي انا هقوله في اخر المسألة. اقول له ان هو المركز بتاعي بيبعد عن النقطة ب اللي احنا محددين، احنا شغالين عند ب، بيبعد عن ب بمسافة قد ايه؟ بمسافة 10 سم. بمسافة 10 سم. يعني لو ديت 50 يبقى مثلا المركز بتاعي احنا بنتكلم ان هو 10 سم. كده تمام. نخش على مسألة بعدها. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو أ ب قضيب منتظم طوله 100 سم. يبقى ارسم قضيب من أ ل ب طوله كام؟ 100 سم. وزنه 50 ثقل كيلو جرام. انا اصبر بقى لحد كده. وزنه 50 ثقل كيلو جرام. اللي احنا المثال اللي احنا خدناه قبل كده كان مهمل الوزن، عشان كده مش حاطين وزنه في الاعتبار. لا دلوقتي بيقول لي ان هو ده لا الوزن، ووزنه 50 ثقل جرام. لما يكون قضيب وزنه 50 ثقل كيلو جرام، يبقى من غير اي كتل تتحط عليه، يبقى مركز الثقل للقضيب دوت هي نقطة المنتصف. يبقى انا عندي في نقطة المنتصف ان هو هنقول عند م نقطة المنتصف، يعني على بعد 50 من هنا و50 من هنا، دوت الكتلة كام؟ 50 ثقل جرام. 5 ثقل جرام مش 50 دي. 5 ثقل جرام. ماشي. بعد كده هو القضيب اتعلق عليه كذا كتلة. اتعلق عليه ادي كتلة 2 3 4. كتلتها كانت 8، وواحدة كانت 6، وواحدة 3، وواحدة 2 ثقل كيلو جرام. عند النقط فين بقى؟ نيجي ناخد واحدة واحدة كده. عند النقط ج كانت كام؟ 8. ج كانت 8. د كانت 6. د 6. ه اللي هي النقطة التالتة ديت 3. ه 3. ب كام؟ 2 ثقل كيلو جرام. ب 2 ثقل ايه؟ كيلو جرام على الترتيب طبعا، عشان كده خدت ايه؟ واحدة واحدة. حيث نيجي ناخد بقى المسافات، لان انا ما اعرفش المسافات. انا خدت دلوقتي الكتل، المسافات ما اعرفهاش. نيجي بقى هو دلوقتي هيذكر المسافات بتاعتي. أ ج بيساوي ج د بيساوي 15. أ ج بيساوي ج د بيساوي 15، يعني دي 15 ودي 15. ماشي. وده ه بيساوي 40 سم. من د له بيساوي 40 سم. وطبعا انا عارف م ديت فين. احنا م دي احنا قلنا في المنتصف، يعني 50 سم من هنا لحد أ. احسب بقى بعد مركز ثقل المجموعة. مركز ثقل القضيب لوحده من غير كتل كانت موجودة عليه كانت المنتصف. طب لما اتحط الكتل عليه لا اتغير، لان في كتل هنا غير الكتل اللي هنا. يعني دي في 2 وهنا في 3، هنا في 6 وفي 8، يبقى اكيد في مركز الثقل بتاعي اتغير. احسب بعد مركز ثقل المجموعة المذكورة عن النقطة أ. يعني عايز احسب البعد عن النقطة ايه؟ أ. عند النقطة أ هم عامل المحورين. السين اللي هو المحور ده، هو كده كده الكتل دي كلها موجودة على المحور س في اتجاه الموجب. والمحور الصاد، يبقى انا بديت من عند النقطة ايه؟ أ. نيجي بقى ناخد أول حاجة هنقولها، هنعمل الجدول ده ونحط الكتل جواه. عندي كام كتلة؟ عندي 8 6 5 3 2. 8 6 3 2 5. مفيش مشكلة، مش بالترتيب عادي، مفيش مشكلة. نيجي بقى ناخد الكتلة 8 بتبعد عن النقطة أ. احنا كل كلامنا عن النقطة أ. بمسافة قد ايه؟ من 8 لأ 15 سم. طيب الكتلة 6. احنا ممكن هنا نسميهم، لو عايز نسميهم. لان الكتلة 8 ديت اللي هي النقطة ج، و6 اللي هي د، و3 اللي هي ه، و2 ديت اللي هي ب، وطبعا ال5 ديت اللي هي المركز بتاعي او نقطة الثقل بتاعتي اللي قضيب لوحده. طيب نيجي
نشوف بقى الدال بتبعد عن ألف قد إيه؟ 15 15 يبقوا 30. طب نيجي بقى ناخد ه بتبعد قد إيه؟ ه بتبعد من هنا لهنا 40 ومن هنا لهنا طبعا كام؟ 30 يبقى 40 و30 يبقى 70. طب نيجي بقى ناخد نقطة ب بتبعد قد إيه؟ ب دي آخر القضيب اللي هو القضيب 100 سم يبقى 100. طب نيجي ناخد مين بقى؟ ليه هنا احنا قلنا ديت في المنتصف عند القضيب كله 100 يبقى ديت 50. كده مادام عملنا الجدول ده كده نعتبر خلصنا المسألة. هنخش بقى نقول ايه زي ما اتعودنا. هنفتح القوس هنقول الكتلة الأولانية اللي هي 8 في 15 8 في 15 وأقفل القوس زائد أفتح القوس. الكتلة التانية اللي هي د 6 في 30 6 في 30 وأقوم قافل القوس وأقول زائد. الكتلة التالتة 3 في 70 3 في 70 أقوم قافل القوس وأقول زائد 2 في 100 نقفل القوس وأقول زائد. آخر حاجة 5 في 50 وأقفل القوس وتحت كل الكتل دي كلها مجموعها 180 كاتب تحت 180. هنا ده كله اضرب ده في ده زائد ده في ده وهكذا ده كله على 180 يطلع لي الناتج 40 سم. يعني معنى الكلام ان مركز الثقل بتاعي بيبعد 40 سم عن النقطة دي لازم اذكرها في اخر المسألة عشان افهم الراجل ان انا فاهم الموضوع. يبقى مركز الثقل بتاعي بيبعد عن النقطة نقطة ألف بمسافة 40 سم. يعني تقريبا فين؟ بص كده معايا المسافة دي 15 و15 ده كده 30 يعني تقريبا هنا اهو. يبقى مركز الثقل بتاعي هنا اهو. مركز ثقل المجموعة دي كلها هنا اهو معايا. أما مركز ثقل القضيب لوحده من غير كتل عليه طبعا هو المنتصف. بس بعد ما اتحطت الكتل عليه وكتل متغيرة يعني هنا 8 وهنا 6 وهنا 3 وهنا 2 مركز الثقل بتاعي اتغير بقى هنا اهو. وكده يبقى خلصنا الدرس الأولاني. أتمنى أكون فدتكم. شكرا جدا. السلام عليكم.